السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى ما شاء الله عاملين محشي ورق لفت، أيوة ورق لفت، ما تستغربوش، وعاملين ديك رومي. هو مش كبير، حلو شوية أو ربنا يخليها. أمي ادتهوني قالت له خدي إيه اعمليه. شوفوا معانا طمطم هنا اهيت، ومعانا محشي ورق كرنب برضو، وعاملين طبق ملوخية أساس الطبلية بتاعتنا. هنا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. حاطة نص كوباية زيت، حطيت بصلاية كبيرة أو اتنين حسب يعني، وفرمت عليها قرن فلفل أخضر. بصوا أنا بشوح البصل، وحطيت فص مستكة كمان عليه. أول ما تدبل البصل حطيت عصير الطماطم عليها، عصر عليها حتة بنجروية. حطيت معلقة سكر كبيرة، أيوة سكر، ما تخافوش. وحطيت معلقة ملح. أنا حطيت هي المعلقة صغيرة، وبعد كده هظبط الملح. إيه، أنا بخليش التسبيكة تتسبك قوي. أهو يعتبر ني في ني. أحط الرز هاشوّحه، اللي هو هياخد ربع سِوَى، ربع سِوَى في التشويحة، عشان لو إحنا عملنا المحشي وسِبناه في التلاجة في الفريزر كام يوم ما يجرالوش حاجة. حطيت مَيّة هاغلي، يعني هاسلُق فيها ورق اللفت. حطيت فيها ربع فنجان خَل أهوّة، وباغطّسه. أنا غسلت طبعًا ورق اللفت ونضّفته، غسلته كذا مرّة عشان بيبقى إيه، طبعًا مزروع، في تراب، في طينة والّا حاجة، يبقى إحنا غسلناه ونضّفناه. آه. أول ما باطلّعه من الحلة باقوم حاطاه تحت الحنفية عشان أوقف السواه بتاعته. وآدي الرز اتشوّح، هاحط بقى معلقة قرفة صغيّرة بس مليانة، ومعلقة كمون كبيرة. حطيت شوية نعناع كبار كمان أهوّة بافرُكهم عشان الريحة تطلع. حطيت حزمة شبت وحزمة كزبرة وبقدونس، 3 ربطات حسب بقى الخلطة بتاعتكم. أنا هاسيبها تهدى بقى شوية عقبال ما نعمل الديك الرومي. حطيت بصلاية، وحطيت طماطماية، وحطيت ورق لورا وحبهان، فص مستكة أهوّة. المَيّة طبعًا داخلة على الغليان. وحطيت ليمونة قاطعاها نُصّين، الليمونة دي بتمنع أي زفارة. حطيت الديك الرومي، حطيت شوية فلفل يغلي غلوة، وهاوطّي عليه شوية، هو صغير مش هياخد سِوَى. عقبال ما يستوي بقى يكون إحنا إيه لفينا المحشي. بُصّوا أهي الورقة اللي تلاقيها زي الخشنة، زي ورق العنب بالضبط، بالِف على الورقة الخشنة، والورقة الناعمة باخلّيها برّه. بُصّوا أنا مبطّئة هنا الفيديو ما جريتهوش عشان تشوفوا إيه اللفة. باحطها في الوسط وبالِف شمال ويمين، أطبّق من هنا وباطبّق من هنا وألِف، عشان الرز ما يخرجش برّه. ربنا يبارك لها مرات ابني أم زين، بتساعدني عشان أنا مش باقدر ألِف المحشي كلّه. آه. بُصّوا لو فيها عنقود زي ورقة العنب كده بنشيلها. أنا حطيت في أرضية الحلة طبعًا، حطيت بصلاية، حطيت جزرة أو طماطماية في أرضية الحلة، والكرنب حطيت العروق بتاعتها عشان ما يلزقش أهوّة. بُصّوا أنا الرومية، أنا أمّا جيت أحمّرها حطيت لها معلقة صلصة، معلقة زيت، معلقة عسل أسمر. كلّها دهنتها، وقُمت راشة عليها شوية زعتر وحطيتها تحت الشواية، ما حطيتهاش في الفرن، لأ أنا باحطها تحت الشواية عشان ما تنشفش. وآدي ورق الكرنب كمان أهوّة، أنا باقطعها طويلة وبالِف وباقطع على قد الصباع، اللي مش عايز كده يقطع على قد الصباع أهو بُصّوا. وباحط حبّة، حبّة شوية الرز، ما بنحطش الرز كلّه قدّامنا وإحنا بنلِف المحشي، عشان لو فاض فاض خلطة نقدر نحطها في كيس ونحطها في الفريزر. وممكن نجيب كيلو بتنجان بقى، كرنباية صغيّرة حسب ما أنتم عايزين، كيلو كوسة، نقوّر البتنجان ونقوم حاشينه، يعني لو فاض مننا. عشان كده أنا باحشي حبّة، حبّة قدّامنا عشان ما نبهدلش الخلطة. بُصّوا أنا أسهل ليّا طريقة، ألِف الصباع وأقطع، ألِف الصباع وأقطع أهوّة. إحنا عاملين محشي أهو ما شاء الله كده أهوّة. هي الحِلَل مش كبيرة أوي، يعني عشان ما تقولوش إنها كتير، إحنا عاملين كتير، لأ هي مش كبيرة، الحِلَل بتاعتي صغيّرة كلّها. وآدي الكرنب كمان أهوّة، وآدي المحشي خلص أهوّة كمان. هنعمل بقى إيه، هاحط شوية ليمون على الوش هنا وهنا، و ونسقيها بالشوربة. أنا باصفّيها عشان البصل أو الطماطم، ما باخلّيش المحشي، أنا باخلّي سطرين من فوق مش طايلهم الشوربة. بُصّوا إمّا يغلى عشان إحنا مشوّحين الرز، مشوّحين الرز. وآدي هنعمل طبق ملوخية كمان أساس الطبلية بتاعتنا، وهاخرّط عليها قرن فلفل أهي. أنا هاخرّطها تخريطتين بس كده، ومرات ابني هتكمّلها، برضه ما باقدرش أخرّط الملوخية أهي. بُصّوا خرّطناها كده، هنفوّرها بقى خلاص كده الأكل علّقنا عليه شوية شوربة من بتاعة الديك الرومي، طبق حتى بس كده على الطبلية، وباشوّح فصّين توم في حتّة سمنة ومعلقة كزبرة ناشفة، وباحطها عليها أهيّة. هتتابعوني على اليوتيوب بتاعتي الصفحة الجديدة اسمها مطبخ ميمي،
مطبخ ميمي. كل سنة وأنتم طيبين، وهتتابعوني على التيك توك يا حبايبي. لينك القناة هتلاقوها في البايو تحت صورتي في التيك توك. كل سنة وأنتم طيبين، ويعود عليكم الأيام بخير يا ربي. يا ريت يا ريت يا حبايبي تتفرجوا على الفيديو حتى لو 3 دقايق كده. ربنا يبارك لي فيكم يا أغلى متابعين وأحلى ناس. السلام عليكم ورحمة الله.